اللي بيعمل بيزنس خاص وبيحب البيزنس الخاص ويسهر عليه ويتعب عليه، ربنا بيكرمه وبيرزقه وبيبقى زي الفل. واحد تاني عدلته ونجاحه في انه يبقى في شركه، يبقى في مدير مسؤول عنه وحد بيتابعه وحد يديله تاسك وحد يديله اوبجيكتيف، هيبقى اكبر واحد في الشركه وهيعمل فلوس اكتر من اللي هيعملها لو بقى صاحب شركه، لانه مش هيبقى صاحب شركه ناجح. فنصيحتي لدكاترتنا الغاليين وخصوصا الشباب اللي بيخططوا حياتهم او اللي في منتصف حياتهم دلوقتي، اللي عندهم 35 سنه ل 40 سنه وبيفكروا في اللي جاي ايه، شوف انت امكانياتك ايه. مهم جدا لو هتعمل بيزنس خاص يكون عندك امكانيات ماديه تغطي البيزنس الخاص ده. محدش يعمل بيزنس خاص الا اذا كان معاه حصيله ماليه تغطي مصاريفه لمده سنه على الاقل. مفيش بيزنس خاص بينجح في اقل من سنه، مهما كان المشروع فكرته ناجحه وعبقريه، لازم يبقى عندك اللي يغطي بيتك واحتياجاتك لمده سنه. يعني بيجي لي زميل بيقول لي انا معايا فلوس قد كذا وعايز اعمل شركه دواء، اقول له الفلوس دي هتعمل بيها شركه دواء، هتصرف انت منين بقى في السنه دي؟ يقول لي لا ما هم دول اللي هصرف منهم. اقول له ما تعملش شركه دواء، ما تعملش صيدليه بيطريه، انت هتخرب بيتك بنفسك. بعد 3 اشهر فلوسك هتخلص وهتبيع البضاعه بنص ثمنها وهترجع تشتغل موظف بعد ما فقدت وظيفتك الكويسه اللي انت موجود فيها دلوقتي. فمهم يبقى عندك حصيله ماليه تكفيك عشان تقدر تعمل مشروعك الخاص، عندك الخبره الكافيه تشتغل في حاجه انت بتفهم فيها، تكون مختار مجال البيزنس اللي السوق يعني محتاجه مش اللي كل الناس رايحة عليه. يعني فكرتك يكون فيها بعض الإبداع، بعض يعني الحداثة، فكرة جديدة. مش حد يفتح محل لبن البلد كلها تفتح محل لبن، حد يعمل مزرعة أغنام كلنا نروح نعمل مزرعة أغنام، حد يفتح صيدلية بيطري كل البلد تفتح صيدليات بيطرية. لازم في شوية ابتكار عشان يساعدني على المنافسة. لو الظروف دي متوفرة اعمل مشروعك الخاص، ما كانش في ناس بفضل الله مديرين في شركات، موظفين في شركات، مناديب وعندها 50 سنة و55 سنة و60 سنة وفي منتهى النجاح ودخلهم وفلوسهم أفضل من أصحاب شركات وأفضل من أصحاب بزنس خاص، رغم أن هو مازال مندوب وهو في السن الكبير ده. فالعمل الخاص مش مقياس للغنى، مش هو اللي هيغنيك أو هو اللي هيتسبب في غناك. العمل الخاص الناجح أو العمل كموظف ناجح هو الخيار اللي احنا المفروض كلنا نسعى ليه، وفي الأول وفي الآخر ربنا بيرزقنا على قد مجهودنا، وأتمنى التوفيق للجميع يعني.